دايما بنحن لأيام زمان، أيام البال الرايق والحياة البسيطة بكل تفاصيلها، وبنحاول من وقت للتاني نرجع نفتكر ذكريات حلوة. بس المرة دي مش هنرجع لوحدنا، لا، هنرجع كلنا راجعين. راجعين مع دعاء عبد الملك. راجعين. راجعين إعداد الكاتب الصحفي وسام سعيد، هندسة صوتية محمد الجرواني. راجعين مع المخرج عمرو عبدو دياب. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا، صباح مصر الجميلة، مصر زمان والنوستالجيا الحلوة. بكون معاكم دعاء عبد الملك وبرنامج راجعين. كلامنا عن كنوز الماضي ما بيخلص، والنهاردة معادنا مع ميجا ستار تسعيناتي حبيناه وحبينا أغانيه. حلقتنا النهاردة مع حالة فنية خاصة جدا، مشيت في تراك لوحدها وكان ليها بصمة مميزة عند جمهور التسعينات ولحد دلوقتي. عاتبك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ عاتبك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ عالويل ولا الجراح ولا عمري جراح؟ عالويل ولا الجراح؟ من بين نجوم الغنى في التسعينات وأول الألفينات، قدر النجم الكبير محمد محي إنه يعمل لنفسه جمهور خاص بيه. ألتراس بيعشق صوته وبيحب نبرة الحزن في أغانيه وطبقة صوته الخاصة جدا، يمكن علشان قدر يقف في منطقة وسط بين الطرب وبين الأغاني الإيقاعية السريعة اللي كانت ماشية أيامها. وقبل كل ده طبقة صوت محي فيها كمية شجن وحزن خلى الأغاني طعم خاص، فحجز لنفسه مكان عند كل الشباب اللي بتحب، فبقى صوته بيعبر عن تجارب الحب الحزينة واللي من طرف واحد. وده طبعا كان ذكاء فني من المطرب نفسه لما اختار المعادلة دي ولعب عليها، وجمع حواليه مجموعة من المبدعين في الأغنية المصرية في الكتابة واللحن، زي عنتر هلال، مصطفى كامل، صلاح فايز، وإكرام العاصي. ومن الملحنين رياض الهمشري ووليد سعد، خالد الأمير، ومحمد رحيم. وطبعا كانت أنجح أغانيه في الحزن اللي بيلحنها بنفسه، زي لسه فاكر يا حبيبي، وحاولت، ويا هوا. يا هوا بلغ حبيبي عاملة ايه في الليالي؟ يا هوا لو كان دريبي كان صوت على قلبه حال. لسه فاكر يا حبيبي، صعب انسى احلى قصة وعمرها لي. انت اسمتي ونصيبي، هو انت غبتني يوم عن بالي. لأن محي مش مطرب بس، ده ملحن كبير، لحن حوالي 145 أغنية لمطربين مصريين وعرب. وزي ما محي كان بيقوم بدور الضحية في الحب في معظم أغانيه، زي أهل الملامة، وكل ما فيا، وحبينا جرحونا، ويا تعبك معايا يا قلبي، ويا اللي بتغيب عليا، أخيراً انتبه إنه يكون الطرف الأقوى ويخرج من أغاني الحزن، فخرج برائعته. قادر وتعملها وتنسى هواك، ده الغدر من طبعك عايش جواك. حبينا جرحونا، قربنا غربونا، حبينا جرحونا، قربنا غربونا، وقالوا لنا كلام كتير يا عيني على عشرة وعلى السنين. الغريب إن بداية محمد محي كانت مبهجة جدا من خلال أغاني بإيقاع المقسوم، لما اشترك مع حميد الشاعري في ألبوم هاي كواليتي سنة 90 بأغنية سنجل وهي عالبال والخاطر، وألبوم ليه الحبيب سنة 92 وأغنيته اللي كسرت الدنيا وفضلت علامة محيرة الجمهور. إزاي محي اللي غنى مالي النهاردة هو اللي غنى ليه الحبيب اللي إيقاعها بيرقص؟ ليه الحبيب لما هاجر يا ما هاجرني، خلى للعاد ذو الكلام. لكن موهبته مع أغاني الطرب ظهرت في نفس السنة لما قدم دويتو غنائي مع حنان ماضي في مسرحية طائر الحب الجميل،
من ألحان وتوزيع ياسر عبد الرحمن. وفي عنصر مهم جدا في نجاح محيي كحالة خاصة، وهي ملامح وشه الطفولية الحزينة واللي كان بيعبر بيها في أي كليب مصور ليه. كمان في سر لطيف جدا مش كتير من محبي محيي عارفينه. تصوروا إن أغنية انتي بتحبي الزعل أكتر ما بتحبيني كانت بناء على طلب محيي نفسه، وطلبها من عنتر هلال عشان كان بيحب واحدة نكدية وبيتخانق معاها كتير. محمد محيي فنان ذكي جدا، عمل المعادلة الصعبة، قدر يغني للحزن من غير ما يصدر طاقة سلبية ولا يبعد جمهوره عنه. بالعكس، استغل الشجن بذكاء وحوله المعادلة ربحية صنع بيها نجوميته. الصبر جميل والهوى ميال، الصبر جميل يا عين والهوى ميال، ومسيره يميل الناحية دي. إيه الصبر جميل والهوى. وأخيراً، محمد محيي كان سبب في إدخال مجموعة من النجوم عالم الشهرة زي عصام كاريكا والنجمة شيرين لما قدمها في دويتو بحبك. وهيفضل محمد محيي من العلامات المميزة في تاريخنا واللي بيفكرنا بأجمل أيام عمرنا. ونتقابل في حلقة جديدة وراجعين. دعاء عبد الملك. راجعين. راجعين مع دعاء عبد الملك. راجعين.